أننا في هذه المناسبة ندعو كل أطياف العمل السياسي ولكل أبناء الوطن في الداخل والخارج لإجراء حوار وطني مسؤول تحت قبة المؤسسات الدستورية دون شروط أو عراقيل، مرتكزا من على اتفاق فبراير الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب من أجل بناء يمن 22 من مايو و26 من سبتمبر و14 من أكتوبر، وتعزيز بناء دولة النظام والقانون والابتعاد عن المشاريع الصغيرة والمكايد السياسية والعناد والأنانية والتعصب الفردي والمناطقي والطائفي والسلالي والارتفاع فوق كل الصغائر، وأن يكبر الجميع مثل ما كبر الوطن بوحدته المباركة. وحيث لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي شخص ينتمي إلى هذا الوطن أن يسعى إلى التخريب والإضرار بمصالح الوطن والمواطنين، فالوطن ملكنا جميعا وهو يتسع الجميع. وانطلاقا من ذلك فإننا نرحب بالشراكة الوطنية مع كل القوى السياسية في ظل الدستور والقانون وما يتفق عليها الجميع. وفي ضوء نتائج الحوار فأنه يمكن تشكيل حكومة من كافة القوى السياسية الفاعلة الممثلة في مجلس النواب، وفي المقدمة الشريك الأساسي في صنع الوحدة وشركائنا في الدفاع عنها، وكذلك التحضير لإجراء انتخابات النيابية في موعدها المحدد في ظل الشرعية الدستورية والتعددية السياسية، وذلك حرصا منا على طي صفحة الماضي وإزالة آثار ما أفرزته أزمة 93 وحرب الصيف 94. وبهذه المناسبة الوطنية الخالدة فإننا نوجه بإطلاق سراح جميع المحتجزين على ذمة الفتنة التي أشعلتها عناصر التمرد في سعطة، وكذا المحتجزين الخارجين عن القانون في بعض مديريات لحج وأبين والضالع، آملين أن يستفيدوا من هذا العفو وأن يكونوا مواطنين صالحين.